وحسني عبد القوي الشاب الأعجوبة اللي بيحرك تقريبا كل عضلاته وكل جسمه. سامعيني؟ أيوة سامعينك محمد. وين حسني؟ بس حسني طيب. ما شايفينه. حسني جنبي اهو. يعني انا الاول يمكن في التقرير كنت حابب اتاكد من حاجه الاول، ان عموده الفقري فعلا في ظهره. حسني صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اول حاجه انا عايز اعرفها، بس نشوف موضوع العمود الفقري ده على الهوا، يعني اللي هو يحصل قصاد الناس الاول. ممكن نشوف حكايه انه فعلا بيطلع من بطنك؟ طيب يلا. انا عايزك بس الاول يعني ايه، ندي ظهرك للمشاهدين، نتاكد ان في عمود فقري ورا بجد الاول، ونتاكد مع بعض. يعني هنا العمود الفقري دكتور محمد، حضرتك برضو هتعاين معانا، نتاكد بس ان ده عمود فقري موجود هنا، لانه بعد شويه انا شفت انه مش هنا. نقدر نقول موجوده طبعا. ادي دي بتاعت الثوراكسك ودي اللمبر، فكل حاجه موجوده. كل حاجه موجوده. طيب كل حاجه مظبوطه لغايه دلوقتي. طيب حسني تدور كل السباينز يعني واضحه. اوكي الكاميرا مان لو سمحت. محمد لو سمحت، اذا بيقرب عليك حسني اكثر، اذا بيقرب عليك حسني اكثر مشان ناخذكم. شايفين طيب. هنا في اهو بطنه. طيب شايفين في بطنه طبيعي، في معده وفي كل حاجه. طيب مظبوط. دلوقتي انا هقوم باغسال المعده. العضله واضحين طبعا زي ما احنا شايفين. احنا عارفين من طبقه البطن 3 عضلات. تمام حسني او 3 اتفضل اتفضل. هيبتدي هقوم باغسال المعده دلوقتي. اللي هتشوفوه دلوقتي حضراتكم هقوم باغسال المعده. اخفاء المعده معنا حضرتك لما هو يتصرف مع معدته. نعم حنشوف. تمام. يعني دلوقتي وين وداها بعرف، بس يعني كده هيكل عظمي تقريبا. تمام. العمود الفقري بقى. طب ترك، اذا بتسال الدكتور وين راحت المعده والامعاء، وين راحوا؟ او هو نفسه يعني مش بيسوي فيها بالضبط. هنشوف، هسأله حالا، بس لما نشوف العمود الفقري هنشوف فعلا تخطى الحاجات دي ولا ايه. يعني حاجه هنشوفها دلوقتي. لا اله الا الله. دكتور ده العمود الفقري. تمام. شوف قول لي فين المعده. هو من الواضح ان الحركه اللي هو بيعملها هو مدرب عليها، وهي حركه جميله جدا. محمد تركي، يا ريت بس تقرب المايك من الدكتور. تماما. فالمعده والكبد بيرتفعوا بشكل اعلى لفوق. وفعلا احنا مسكنا العمود الفقري، هو ما اخفاش المعده ولا حاجه، هو رفع